دخلك فيها النقطة. بالنسبة لعملية المضايقات أو بيئة العمل بشكل أو بآخر، الآن ما يحصل معي الآن، طبعا حضرتك أنا مشرفة المركز الإدارية التشغيلية، فالآن أنا طبعا تقدمت باستقالة وأنا حاليا في شهر الاستقالة. يعني أنت لا زلت تعملين؟ على رأس العمل أعتبر، ولكني في شهر الاستقالة. نعم. نظرا لما مورس علي من ضغوط لمجرد تواصلي مع المسؤولين في الوزارة. من المسؤول تواصلتي معه في الوزارة؟ تواصلت مع مدير خدمة العملاء ومدير المركز المعين من قبل الوزارة. من الموظف هذا؟ هو الأستاذ وليد العماري مدير خدمة العملاء. يعني طبعاً موظف في وزارة العمل؟ اي نعم. ايش كان استقباله لك؟ والله استقبلوني بكل صدر رحب، واستمعوا للمشاكل الموجودة عندي في المركز. طبعا أنا عندي مشاكل كثيرة كانت عبارة عن مثلا نظام الجودة والتدريب وما إلى ذلك، ومشاكل الموظفات بشكل أخص يعني. نعم. لما توجهنا للمسؤولين، طبعا الأستاذ وليد والأستاذ عبد العزيز استقبلوني وأخذوا ما عندي ووعدونا بما هو أفضل. فوجئت بعد ذلك أنه مديري في الشركة الأستاذ سالم بامحرز بدأ يمارس علي ضغوط. أول شيء يستقبل الموظفات بدون علمي، طبعا في محاولة يعني أنه مثلا يعطونا يعني شكاوى على ندى، أشياء من هالقبيل. حاولت أتواصل مع الأستاذ وليد المرة الثانية، توجهت لمكتب العمل بشكوى لكفهم أو لإيقاف الضغوط، لأنه حتى الصلاحيات بدأت مثلا تسحب صلاحيات، ما عاد فيه رؤية واضحة لعملك. تسحب الصلاحيات منك أنت؟ اي نعم. توجهت لمكتب العمل، تقدمت بشكوى. يعني هل تعتقدين بما أنك تسردين القصة هذه والمشاهد يفهم، يعني هل تعتقدين أنك ارتكبتي خطأ بما أنك ذهبتي إلى شخص ربما هو أوصل هالمسألة هذه لسمارت لينك؟ أنا لا أتهمه بأنه بإيصال المعلومة، يعني الأستاذ وليد كان إلى حد ما يعني قريب مننا وكان يلمس مشاكلنا، بس يحل حاجة، يحل شيء كان ممكن يتواصل مع الشركة. أنا لا أتهمه، ممكن كان أوصل المعلومة بشكل أنه هو حاب الإصلاح، ولكن اللي حصل عكس ذلك من قبل الشركة. ضغطت بشكل لك أنت يعني ما أستطيع حتى أني أوصفه. توجهت لمكتب العمل بشكوى أنه تمارس علي ضغوط، أنا لم أستلم عقدي، أنا لم أستلم اللائحة التنظيمية، كذا كذا، حتى التأمين الطبي ما كنت مستلمته في وقتها. بعدها يعني بعد تقديم الشكوى بأقل من أسبوع الشركة توجهت لي بتهمة التحريض على الاستقالات الجماعية. التحريض لك أنت يعني؟ التحريض أنا طبعا وهل حرضتي أنت؟ الحمد لله ثبت، الحمد لله لهم، وأنا الحمد لله عندي الأدلة التي تثبت أني بريئة من هذا الاتهام. قدمت لهم أدلتي. يعني معليش أستاذة، يعني كل هذا بسبب أنك ذهبت إلى رجل معين؟ أي نعم. بعد ذلك طبعا تابع لوزارة العمل. أي نعم. بعد ذلك بعد التحقيق والضغط النفسي اللي مورس علي، تم تعيين طبعا مديرة للمركز، وضعوها معي في نفس المكتب للإمعان في الضغط علي. بدأت تداخل المهام. طبعا أنا بما أني الإدارية التشغيلية للمشروع كنت أشرف أيضا على موظفات المركز في جدة. وجهتني المديرة أنه ما عاد لك علاقة بالموظفة اللي في جدة، فبدأ المركز هناك يغرد خارج السرب، وهذا من المشاكل اللي كانت تواجهني بشكل كبير. نعم صحيح. أنه موظفات المركز في جدة يعملن بطريقة أنا أجهلها تماما. ماهية عملهم، إيش المشاكل اللي عندهم، ما عاد صرت أفقه ولا أدري ولا أعرف أي شيء عن العمل هناك في جدة. أنا سمعت أنه في تحقيق حصل لك ولا لا؟ مو صحيح؟ بالفعل عملوا لي تحقيق بالتهمة هذه اللي هي التحريض على الاستقالات. كيف كان التحقيق؟ يعني هل كان رجل أم امرأة أو كيف؟ والله للأسف أنه كان رجل. كيف دخلتي؟ معلش أوصفي لي دخولك. للأسف الشديد كنت في هذاك اليوم طبعا أؤدي يوم العمل بشكل طبيعي. دخلت علي أحد الموظفات قالت ندى البسي عبايتك فيه اجتماع. لبست عبايتي ودخلت، لقيت رجل ينتظرني، حياني حييته. قال لي ندى أنت عارفة أنت ليش موجودة عندنا الآن؟ قلت اجتماع. قال لي هذه جلسة تحقيق. طبعا أنا فوجئت وصدمت ورفضت التحقيق، ورفعت خطاب لمدير شؤون الموظفين في الشركة أعترض على الطريقة اللي تم فيها التحقيق وعلى الأسلوب الذي اتبع معي، وأن المحقق في نهاية الجلسة ساومني. مو بمعنى المساومة، ولكنه حاول يقلل من شأن الشكوى اللي أنا رفعتها في مكتب العمل. عرفت
أن الرابط بين التحقيق هذا والشكوى هو ابتزازي لسحب الشكوى من مكتب العمل. أخت ندى، كل المشكلة هذه بسبب أنك ذهبتي إلى شخص في وزارة العمل. يعني هل الرجل هذا اللي وصلت له في وزارة العمل أوصل المشكلة إلى سمارت لينك وكبرت المسألة ولا لا؟ لا أستطيع اتهام أي أحد. لا ما أقول تتهمين، أنا أقصد أنه هذا اللي حصل يعني. والله أتوقع ذلك ولا أستبعده أبدا. بعد ذلك، بعد توجهي بعد انتهام الجلسة يعني أخت ندى، الذهاب إلى وزارة العمل المسؤول نفعك أم ضرك؟ والله للأسف ضرني أكثر مما أنه نفعني. طبعا بعد ذلك استمرت المضايقات، تقدمت باستقالة، وتحول طبعا موضوعنا في المكتب العمل إلى الهيئة الابتدائية، نظرا لأنه الشركة لم ترسل وكيل لحضور الجلسات، في كل مرة كانوا يرسلون مفوض. بعد هذه المرحلة طبعا أنا لما تقدمت باستقالة، وخلال هذا الشهر طبعا اضطريت لظرف عائلي معين، تغيبت عن الدوام لمدة 3 إلى 4 أيام، توقع 3 أيام أو 4، ماني متذكرة بالضبط. لما رجعت للدوام، لك أن تتصور الوضع. طبعا أنا كنت أؤدي عملي من البيت، إلى أن أرسلت لي المديرة رسالة أنه ما في داعي تأدين العمل من عندك. قلت لها خلاص أوكي. لما جيت للمكتب وجدت، لاحظ أستاذي، إيقاف إيميلي الخاص بالوزارة، إيقاف إيميلي الخاص بالشركة، سحب مكتبي، طاولة المكتب نقلت إلى قسم الرجال ليتولوا فتح أدراجي. أدراجك أدراجي الخاصة مكتبي مغلقة ولا لا؟ بالفعل. بالإضافة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص فيني. توجهت لمديرتي بالسؤال: أستاذة حصة، لماذا تم هذا التصرف معي وأنا لازلت على رأس العمل؟ ليش تسوون معي هذا التصرف؟ قالت: أنا والله يا ندى ما بيني وبينك شيء، اللي قام بسحب المكتب هي موظفات الموارد، واللي أوقف إيميلاتك سالم بامحرز اللي هو مديرنا، مديري ومديرها. طب وش الإجراء الآن؟ الإجراء صرت أجي كل يوم خلال هذا الشهر، أنا المشرفة الإدارية التشغيلية لمركز اتصال وزارة العمل، للأسف الشديد أحضر يوميا للأسف لكي أكون عبرة للموظفات، أحضر لكي أقف أدور حوالين نفسي في الشركة بدون عمل، لكي أكون عبرة، لكي تقول الموظفات هذه هي مشرفتكم التي تجرأت ورفعت شكوى على الشركة للمطالبة بحقوقها وحقوق زميلاتها. أنا يا أستاذي الكريم دخلت في يوم من الأيام على مديري، كان يعاتبني ليش وصلت للوزارة، الأستاذ سالم بامحرز. قال لي: ندى إيش مشكلتك؟ قلت له: إيش مشكلتي؟ ما عندي مشكلة. قال: إيش وداكي للوزارة؟ قلت له: عشان أشرح لهم المشاكل اللي عندنا. تصور، قال لي: أنت ولائك للشركة. قلت: ولائي لوطني أكبر. ودفعوني ضريبة هذا الشيء بالإهانة وحرماني من الترسيم. الوزارة الآن تعمل على ترسيم الموظفات، وتمت عملية الترشيح للترسيم واستثنيت منها عقابا لي لأني تواصلت مع الوزارة. وأنا أتمنى أن وزير العمل الآن يسمعني، والمسؤولين في الوزارة يسمعوني، والناس اللي تعاملت معاهم ندى الحربي من بداية الحملة التصحيحية الأولى والحملة التصحيحية الثانية، كيف كنت أتأخر إلى ما بعد ساعات الدوام، وكيف كنت أداوم في أيام الإجازة لكي أصل بالمركز إلى أعلى مستوى. الأستاذ وليد العماري مدير خدمة العملاء يعرفني شخصيا ويعرف ماذا قدمت للمركز، وكان جزائي هو الإهانة في وطني وعلى يد مديري الغير سعودي. الآن مستبعدين من ترسيم؟ استبعدت أنا وكثير من الزميلات المستحقات للترسيم للأسف الشديد. عندنا زميلات أكفاء ما شاء الله تبارك الله، سعوديات متميزات، تم استبعادهم من الترسيم. هم في الوزارة لهم الآن 2 سنين في مركز الاتصال، وعينت الآن أو عفوا رشحت للترسيم زميلات، مع احترامي الشديد للجميع أنا ما أدري على أي أساس تم ترشيحهم. فيه موظفات رشحوا لهم 3 أشهر أو 4 أشهر في المشروع. نعم صحيح. واستثنينا نحن اللي تعبنا واللي وقفنا مع الوزارة واللي تحملنا ضغوط الشركة. اتفضل موضي.